السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ النهارده ان شاء الله جايب لكم عربيه محترمه جدا، وعربيه من العربيات المميزه والعربيات المحببه في السوق المصري من النوع الاس يو في، عربيه كيا سبورتاج موديل 2019. انا بحاول اجيب لكم العربيات اللي بتكون استوكات ما فيهاش ولا جرام بوهيه، وفي نفس الوقت بتكون اسعارها برضو معقوله، وفي نفس الوقت برضو عشان نعدي من الازمه اللي احنا موجودين فيها دي بحاول اجيب موديلات يكون مثلا عدى عليها 3-4 سنين عشان ما تحسش بفرق، لان العربيه دي في الزيرو دلوقتي وصل ثمنها ل1,650,000 في الفئه الاعلى منها اللي هي الفئه الخامسه، وبتبدا تقريبا من 1,250,000. فطبعا احنا بنحاول نقرب الاسعار مع بعض عشان نعدي من الازمه اللي احنا فيها دي، وربنا يفكها يا رب وييسر الحال والاسعار تستقر شويه، لان طبعا في ازمه في السوق بشكل كبير زي ما حضراتكم عارفين، والاسعار غير منتظمه بالمره، كمان الوكيل نفسه بيلعب في الاسعار كل يوم. طبعا ده كله اللي متحكم فيه هو الدولار اللي كل تقريبا ساعتين سعره بيرفع. فتعالى بقى عشان ما نتكلمش كتير نبص على العربيه كده مع بعض. طبعا العربيه موديل 2019 كامله كل حاجه، وفيها رخصه سنه مرور بنها اليوبيه. عربيه 2019 يعني عدى عليها دلوقتي تقريبا داخله في ال4 سنين وما فيهاش ملحوظه، فدي حاجه ممتازه ما شاء الله. وهنشوف برضو الاسعار، هنحاول نقربها مع بعض ان شاء الله، هتتواصلوا معانا عشان نقرب الاسعار مع بعض. تعالى بقى نبص على العربيه كده عشان ما نتكلمش كتير واضيع لكم وقتكم ونضيع وقتنا في الكلام اللي ملوش لازمه. تعالى خليك تبص على العربيه معايا ونحاول نقيم، واحاول برضو اوري لك كل الحاجه في العربيه من الداخل كانك بتتفرج بعينك بالظبط. بسم الله. هنبدا طبعا في الواجهه الاماميه مع بعض، ونحاول برضو زي ما اتكلمنا في العربيه اللي كانت قبل كده، العربيه التوسان، ان احنا اتكلمنا عن الاختلافات بشكل سريع عشان ما نضيعش وقت ونضيع وقت حضراتكم، لان طبعا العربيه غنيه عن التعريف. اول حاجه طبعا هنا الشبكه الاماميه، وطبعا الفوانيس اللي بتيجي بخاصيه ال LED، فدي حاجه برضو ممتازه. لكن الاشارات هنا بتيجي هالوجين مش LED، اشارات عاديه، لكن الاشارات طبعا اللي بتكون موجوده في المرايه بتكون بخاصيه ال LED. طبعا عندنا هنا في الفريم اللي هو على شكل الاسود، ده بينزل طبعا في الفئه اللي هي ال20، بتبدا في الفئه ال20 اللي هو بيقولوا عليه البلاك اديشن، تمام. لكن هنا برضو فيها تطعيمات السوداء، بس هنا بيقول عليها الفئه الاعلى اللي هي التوب لاين او التوب لاين بلس، تمام. وطبعا كمان عندك الجنط هنا بينزل لون واحد، فدي حاجه برضو ممتازه، تمام. في ناس بتحب الجنط اللي هو التو تون، وده طبعا بيكون شكله اشيك، لكن برضو عربيه 2019 الجنط بتاعها كان بينزل استوك كده، ما كانش بينزل لونين، فدي حاجه برضو ممتازه ان هو مش ملعوب في الاساسيات او ملعوب في الاستوكات بتاعه العربيه، يعني ده الجنط اللي نزل من بلادها، فدي حاجه ممتازه. تعال نكمل بقى باقي الجنب بتاع العربيه. طبعا معانا اللون الاحمر او اللون النبيتي المميز جدا اللي شكله جبار وشكله ملفت برضو. العربيه دي تنفع للبنات وتنفع برضو للشباب. هنبص كمان على الخلفيه كده بشكل سريع، زي ما احنا شايفين برضو الخلفيه بتاعت العربيه ما فيهاش ولا ملحوظه. واحاول برضو احط لك صور للعربيه. في عندنا طبعا هنا الحساسات الخلفيه زي ما احنا شايفين كده، تمام. وعندنا الجنب الثاني بتاع العربيه، ادي الجنب الثاني اهو، تمام. طبعا في بصمه خارجيه من ناحيه باب السواق وبرضو من الناحيه الثانيه، ودي حاجه ممتازه. عندنا طبعا هنا في اشارات في المرايات، واعتقد ان احنا اتكلمنا عليها في اول الفيديو. عندنا طبعا هنا في السقف بتاع العربيه بيكون سقف بانوراما بالكامل زي ما احنا شايفين، تمام. تعالى بقى نخش العربيه كده ونتكلم عليها بشكل سريع. بسم الله. طبعا ادي المفتاح بتاع العربيه بالمناسبه اهو، عربيه موديل 2019 كيا سبورتاج اللون النبيتي اهو، مكتوب عليها اللون الصح، انا اللي غلطان معلش، اعذروني ان انا بقول عليها اللون الاحمر، هي اللون النبيتي، تمام. طبعا عندنا هنا الاوبشن الكامل اللي موجود في الباب. كمان هنا الفرش بتاعها بيكون من اللون البيج قريب شويه للبني كده الفاتح، فدي حاجه ممتازه. هندخل بقى كده العربيه ونشوف المميزات او الاوبشن بمعنى اصح اللي موجود فيها. عندنا طبعا طاره مالتي فانكشن زي ما احنا شايفين، ومثبت سرعه، الرد والكنسله على الموبايلات. طبعا هنا ده غني عن التعريف بتاع الاضاءه، تمام. هنبص اول حاجه هنا عندنا في الكرسي، عندنا طبعا دعم للقطنيه، وهنا
التحريك بتاع الكرسي والظهر بتاع الكرسي، 6 وضعيات و4 للراكب الجنبي. تمام. تعالى كده نبص على المواصفات اللي موجوده في العربيه، ونبص على العداد بتاع العربيه. عداد العربيه هنا اهو 118,000، يعني قول داخله على 120. تمام. العربيه طبعا واقفه في معرض ما بتتحركش، فاكيد مش هتعمل كيلوات اكتر من كده ان شاء الله يعني. في طبعا عندك ستارت ستوب انجن اهو، نفس اللي احنا شفناه في العربيه التوسان. عندنا كمان هنا برضو الماتيريال هنا محترمه نفس التوسان، طبعا لان احنا اتفقنا ان هم شركه واحده، فاكيد بينزلوا نفس الخامات تقريبا يعني، لان العربيتين قريبين قوي في السعر من بعض، وتقريبا برضو نفس المواصفات في كل الفئات تقريبا يعني قريبه من بعضها. لكن هنا عندنا الشاشه بس بتختلف شويه، تقريبا دي 7 بوصه او 8 بوصه. تمام. حاول نشغلها كده عشان نشوف فيها الابل كار بلاي والاندرويد اوتو ولا لا. تمام. على ما كده تحمل ننزل شويه تحت نلاقي عندنا هنا، سوري بس على الصوت، هننزل تحت شويه نلاقي عندنا هنا طبعا المكيف بتاع العربيه اللي بيجي دول زون، وهتلاقي عندك تحت شويه هنا في مكان الولاعه ومخرج 12 فولت واي يو اكس ويو اس بي. طبعا الفتيس الاوتوماتيك غني عن التعريف، وفي هنا الزرار اللي بيفصل حساسات، الكاب هولدر طبعا. وهنا برضو نفس الكلام، السقف البانوراما زي ما حضراتكم شايفين معانا. تمام. ادي السقف بيفتح اهو من ضغطه واحده، كل السقف بيفتح معانا زي ما حضراتكم شايفين، فدي حاجه ممتازه جدا. وهنا في ميزه زياده، المرايه هنا بتكون ذاتيه التعتيم، هناك كان التعتيم يدوي. تمام. ده كل الاوبشن اللي موجود تقريبا في العربيه من الامام. وبالمناسبه كمان الشاشه هنا اهي اشتغلت، ما فيهاش الابل كار بلاي والاندرويد اوتو، لكن برضو حاجه ممتازه ان هي بيكون فيها شاشه طبعا بدون ملحوظه زي ما اتفقنا. بسم الله. في كمان هنا حاجه راكبه اهي، اللي راكبه في العتب، دي حاجه ممتازه جدا، مديها برضو شياكه في العربيه. تمام. بتنزل ساوند سيستم طبعا 6 سماعات العربيه دي. عندنا هنا طبعا المساحات محترمه جدا، الكرسي اللي قدام ده كان راجع ورا خالص لكن برضو ممتازه. في عندك التجويف ده اللي بيخليك قاعد مرتاح ورجليك مرتاحه. تمام. عندنا هنا كمان في فتحات برضو للتكييف، وفي مخرج 12 فولت ومخرج يو اس بي. برضو الكراسي نفس الكلام في العربية التوسان ال21، برضو كراسي بتكون من الجلد وبرضو مخرمة عشان تقلل الحرارة يعني في الصيف، وبرضو عشان العربية بتكون فيها سخانات كراسي. برضو عندنا هنا المخادع الخلفية او مساند الراس. تمام. وهنبص كده على الصالون من الامام واحنا قاعدين ورا، طبعا حاجه اللهم صل على النبي ممتازه جدا. بس كده ده كان تقريبا كل المواصفات بتاعه العربيه، وده كان الفيديو بتاع النهارده. يا ريت ما تنساش تصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، وتدعمنا بلايك لان فعلا يسعدني انضمامك معايا في القناه. كان معكم اخوكم محمد عثمان، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.